لقاؤنا على الهواء مباشرة مع الفنانة الشابة أمل رزق التي عاشت طفولتها في السعودية وحضرها إلى مصر للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعن اختيار المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ لها لتقوم بأول عمل لها من خلال مسلسل العائلة. وبعد ذلك تعددت أعمالها الدرامية والسينمائية، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل آدم مع تامر حسني والتي نجحت بشكل كبير فيه، وأيضا آخر فيلم لها فبراير الأسود مع الفنان خالد صالح. وستحدثنا أمل رزق عن سر اعتذارها عن مسرحية رئيس جمهورية نفسه واختيارها لبطولة مسلسل جريمة قتل وسر غضبها من موقع جوجل. كل ذلك على الهواء مباشرة بالوسط الفني. ورجعنا مرة تانية مشاهدينا بعد الفاصل الإعلاني، وعايز أقول إن أنا يعني كل الأجهزة اللي معايا فيها تعليقات كتير على الجزء الأول من الحلقة، ورغبة من كتير جدا إن يسمعوا نفس الست اللي مكتوم، هي عايزة تقول حاجة ولا إيه، بس مش واحد يتلم من بعيد لبعيد بالمنظر ده من غير ما يتنفس يعني. طبعا وقت برنامجنا للاسف انا بشكل مقتضب لغايه الحلقه اللي جايه، لان استاذ حسين دلوقتي بيقول لي وانا بس سعيد جدا ان منوراني النجمه اللي النهارده يمكن وشنا كان وحش عليها شويه لما جبنا سيرتها في اول الحلقه. انا حسبت معاها التوقيت اول ما قلت معانا النجمه الجميله امل رزق على طول تقريبا الموبايل بتاعها وصباعها في حاجه. الف سلام عليكي ومنوره الدنيا. ربنا يخليك. ده انت عارف اصل العيون وحشه اليومين دول قوي صح كده؟ بقول لك الف سلامه. هتكلم معاكي وفي حاجه بس انا عايز اقول على حاجه هي قالتها معايا دلوقتي ما يخص الالتزام، العقيده بين البني ادم وربه، مفيش حد يتدخل فيها. ممكن نتكلم في السلوكيات بيننا وبين بعض على مظاهر، ولكن العقيده في الالتزام خلينا نتكلم ده. ويمكن انا قدمت حلقتي النهارده في بدايتها وانا بتكلم على ضيفتي، قلت انها مشيت بالراحه سنه سنه لو تفتكروا في بدايه الحلقه خالص، وقلت كانت ممكن زيها زي ناس تانية تبتذل تعري وتنفع تعمل كده، يعني ما تعملش كده ليه، وكانت تاخد بطولات والكلام ده كله، لكنها واحده واحده مشيت سنه سنه. وزي ما بيقولوا كده طلوع الكوبري طعمه حلو اولا عشان الوصول للقمه، بعديها بيبقى فيه نزول يعني. والحاجه الثانيه كنت بقول لك على تشبيه، انت فنيا نقدر نقول على الموضوع بتاع عارفه الحاجه اللي بتقدم زي ما بيقولوا الجبنه الرومي وكده، انت بتثقلي نفسك كل وقت. الجبنه الرومي لما بتقدم بيبقى اسمها كافيار. والله ما اعرفش والله الكلام ده. لا اسمها كافيار. لا ما اعرفش، اصل عندنا زمان لما كنت في عين شمس كده فكنتش بعرف الحاجات بتاعت الكافيار دي. احنا عندنا زمان بقى زي ما انت قلت في المنصوره. ايوه عشان انا منصوريه الاصل. امال ايه السعوديه دي اللي حطها حسين في السعوديه دي على راسي لان انا ده فيها بيت ربنا عز وجل وأما اروح ازور النبي عليه الصلاه والسلام واعمل عمره، دي علاقتي بالسعوديه واهل السعوديه كلهم حبايبي. شفت حسين بيقول ايه؟ بتقولي يا استاذ حسين هي اللي قالت لك؟ لا خالص، انا منصوريه طيب الاصل، ولم اكن منصوريه لوددت انا. تمام، هو في احلى من الدقاليه ده اساسي. طيب خدتي سن حياتك، طلعتي واحده واحده، ما تسرعتيش، كنت ممكن تعملي اي نوع من انواع الابتذال واحنا متعودين على الكلام ده من ناس. لسه كنت بتكلم في موضوع كده وانا عارف ان في واحده لسه راجعه من لبنان، جايه لي المعلومات في كام عمليايه، مع العمليايه في كام رجل اعمال، مع كام رجل اعمال اقدر اعري حتتين في حتت من اماكن السهر وغيره. ما فكرتيش وانت داخله انك ماشيه بطيء قوي؟ لا ما فكرتش ان انا ماشيه بطيء قوي، بس فكرت ان انا اعمل حاجه حلوه قوي. وفكرت ان بعد السنين الطويله دي اما اقابلك هنا يعني وانا طول ما انا جايه في الطريق يعني سبب صابعي اللي انت بتقول عليه ده، بص وارم قد ايه. الف سلامه. وموبايلي ان انا كل اللي كلموني قالوا لي احمد عبد العزيز بيتكلم، بيقول احنا قاعد يقول مقدمه طويله قوي وبيتكلم عن حد محترم قوي. فتفتكر ان البطء اللي انا اديته في حياتي ما يسالش كلمه الاحترام اللي كل التليفونات جات لي تقول لي. في نضج. انا مبسوط منك في اليومين اللي في الاخر دول او في اعمالك الاخيره. اكاد اكون يعني من معجبين فنيا لما اتفاجئت بيكي مثلا في مسلسل ادم. انا حسيت ان انا قدام ممثله
وصلت لمرحله نضج كبيره، اشبهك بحد تاني ممثل راجل برضو، يعني احطكم في منطقه مع بعض كده. ساعدني يا استاذ حسين عشان انا دماغي لفت شويه بسبب المداخله. لا اتكلم على احمد زاهر طبعا، وعايز احط كمان المكالمه اللي انت عملتها على الفيسبوك وقلت له بلغته. الفنان طارق لطفي، معلش انا الهوا طيرت. عارفه النضج لما البني ادم. لا طارق، لا انا بتكلم بجد. طارق اصلا من الاول خالص في بداياتي كان في مسلسل اسمه على الحلوه والمره. فكان توأمي، فابتدت الناس تقول قبل بقى ما اخلف والحاجات دي وبتاع وتاخدني النداهه. كانت ابتدت الناس تقول امل رزق وطارق هيبقوا توأم، اللي هو عارف التوأم الفني اللي هم على طول يشتغلوا مع بعض. فكانوا عاملين كابلز. انا شخصيا كنت مرتاحه وبحترم هذا الرجل فنيا وادبيا واخلاقيا وكل حاجه. يعني حد طارق لطفي الوحيد اللي تقعد معاه في الحياه ما بيجيبش سيره حد، ما بيتكلمش على حد. لما يسأل يقول لك طب اديكي المفارقه اللي بينكم او التشبيه اللي انا شبهته ليه. يعني انا شفت طارق لطفي في المسلسل بتاعه في رمضان ده، التحول الغريب. التحول انا كنت مسميه بصراحه كلام مني ليكي يعني، وطلعت اتكلمت عليه. المسلسل ده المفروض يسموه يلا بينا نرافق. ليه؟ انا كلامي صادم شويه. هتقولي لي صوره، هتقولي لي موضوع عجبك، خليني اتكلم في اللي انا شفته بعينيا، انها الشكل التركي بكل شكل الحياه التركيه. متفقين. ليه بنتفرج على التركي وبنحبه؟ لا انا مش عايز اتفرج ولا بتفرج، بس سيبيني اكمل لك. يعني ايه مجتمعنا الاقي واحد اخته اخوه بيبص عليها وهو امه، سيبك من في الاخر فجاه طلع حلم وطلع الكلام غلط بس كلهم. بس لا ما تقوليليش بس. استاذ احمد تمثيل، لازم نتعايش. يعني هنرجع تاني للمخدرات بتتشم ازاي وفي الاخر نقول اللي بيشم بيخش النار. هنرجع للافلام دي تاني. مش بنوعي الناس؟ نوعي الناس بعد ما نعيشهم الليله. يلا ازاي تمثيل اكل عيش يا. طيب افكرك بادم اللي انا شفته والتشبيه هقوله لك بينك وبين الفنان الجميل طارق لطفي، لاسباب هو حصل كونتراست عنده كده، من الطيبه راح قالب كذا. وانت كمان في ادم كانت المفارقه انك بتحششي وشكلك مش بتاعك كده خالص. يلا نروح نشوف جزء من ادم للنجمه اللي منوراني النهارده امل رزق، ونرجع مره تانية. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ ليا حق عندك وجاي اخده. حق ايه يا محق؟ قسما بالله العلي العظيم لو فتحت بقك بنص كلمه لكون ضربك 30 جزمه فوق دماغك. اتفضل بص في الورقه دي وانت اللي هتضرب نفسك 100 جزمه. ده تحليل الدي ان ايه لابنك اللي انت قتلته في بطني وقتلتني معاه. التحليل ده مزور، وقلت لك بدل المره 10 ده مش ابني، انت الوحيده اللي عارفه مين ابوه. انت ايه؟ انت ايه يا اخي؟ مش بني ادم؟ انت ليه؟ ضميرك مش هيصحى؟ ايه؟ كفايه بقى، انت لا بترحم ولا بتخلي رحمه ربنا تنزل. يا اخي فوق بقى، يمكن ربنا يفوقك. تعالى على ايه؟ ابن الحرام ما يتبكيش عليه يا سهام. لا لا يا سيف، ده ابنك اللي انت قتلته. انا مش هسامحك، مش هسامحك عمري كله. انا ابني اللي قتلته وانا شرف اللي طعنتني فيه، والايام بيننا وحقي هاخده ولو اخر يوم في عمري يا سيف يا حديدي. في ايه يا بنت مدفوقي؟ انت جايه تهدديني هنا في بيتي ولا ايه؟ قسما عظما لو عتبت هنا تاني لمعلقك بمسمارين على باب الشقه، فاهمه ولا لا؟ بره بره، يلا هطلع. يلا طالعه. السلامه. طلع يا سيف بيه يا حديدي. طب يلا وحقي هاخده والله، والايام بيننا. وريني وبكره هثبت. ماشي، تعالي لي بقى هنا قبل ما تمشي. قسما بالله لو عتبت البيت ده تاني انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ سامعني؟ يلا بره. اوعى يلا اوعى. بصراحة أنا كان نفسي مش المشهد ده، بس هم مش دايما بيحققوا لي أمنياتي. قصة إنك بتشربي مخدرات عشان تنسي زوج بالقسوة دي وبالعنف ده وبالتشكيك بالشكل ده، مش انتي. هي دي المفارقة اللي ساعتها خلتني أبص على أمل رزق بمنظور تاني خالص. إيه رأيك في اللي أنا بقوله ده؟ أنفع أبقى مذيع؟ قوي. أنفع أبقى إعلامي؟ جدا. طب يلا اتفضلي.
اول احكي لك حاجه لطيفه قوي. اتفضلي. اول ما نزل المشهد ده كان بيتذاع المسلسل على الهوا، ولقيت احمد زاهر باعت لي يا حلاوتك يا اموله وانت بترولي على الواتس. رحت طالباه، ما ردش، رحت بعتها له قلت له ايه اللي انت بعته ده؟ فرد عليا ايه يا اموله حبيبتي، ده انا بدلعك. قلت له انت بتشتمني؟ انا ما كنتش اعرف يعني ايه بترولي والله العظيم. فقال لي يا ماما ده انت في المشهد كذا وبتاع، والناس ما عندكيش ثقافه الحته دي. ما عنديش ثقافه الحته دي. انا ده اللي عايزه اوصل ان اما يبقى وراك مخرج مهم ومثقف ولماح وبيحس الممثل وبيهمه انا الممثل. اسف، كان مين؟ محمد سامي. محمد عامل شغل كويس قوي، ربنا يعينه. بس لحسن في قصه كده بينه وبين غادة عبد الرازق، وقالت انه هتك عرضها. ما علينا، دي قضيه دايره، ربنا رب يطلعهم بالسلامه هما الاثنين. اتفضلي. معلش ده حاجه عارضه كده بره الموضوع، افتكرتها. انا لا ما انت بره الموضوع ده، انا افتكرت بس انا مش فاكر كان مين المخرج اصلا. محمد عامل شغل كويس قوي على في الفيديو. فدي الحقيقه دخل في تفاصيل، قصدي دخل في تفاصيل وبيحس الممثل وما بيسيبوش، وبيعرف يطلع منه الحاجات اللي لازم تطلع. يعني من كتر ما انت عايز ترضيه كمخرج لانه لماح جدا، طلعت في صوتي نبحه انا ما اعرفش جت منين. على المشهد بحة. ده، على المشهد ده بتاع الزعيق بينكم. تمام. بقى كل ما يجي لي مشهد الزعق يجي لي بحه، انا ما اتعمدتش اجيبها، بس من كتر ما انا عايزه ارضي الراجل ده عشان هو مهتم بيها فنيا ازاي، وعايز يطلع احسن ما عنده. ارخم عليكي سنه ولا درس؟ سنه بس، سنه صغيره. أوكي. خلاص والله. احساسك بالزوجه دي خلاكي تركزي قوي اللي ليها زوج كده. والحقيقه هعدي مرور الكرام ان كان ليكي ارتباط في وقت من الاوقات، خلينا نعدي كده جامب سريع يعني. الاستاذ اسماعيل كتكوت، كنتوا مرتبطين يعني ومتجوزين وانفصلتوا. حاسه باي نوع نقدر نقارن عيشه، ولا ده دور لوحده حسيتي مرات الظابط ده الوحش قوي وملهاش دعوه بتجربه عشتيها في حياتك؟ لا هي ملهاش دعوه بتجربه خالص عشتها في حياتي خالص. هي الورق كان مكتوب حلو قوي. استاذ محمد ساعدني وشك قفل سنه، افرديه تاني زي ما كان. يبقى ايوه كده فرد خلاص. اتفضل. بس انما لا ما كانش. يمكن هو الاحساس بان انت عندك ظروف او عندك مسؤوليه، او عندك حته نوع من القهر شويه، او انت بقيت لوحدك، يعني حاجات كتير كده كانت حاصله اياميها يمكن زودت احساسها شويه في الموضوع، انما الموضوع ملوش علاقه خالص بده خالص. تمام. بس في الوقت اللي انت ارتبطتي فيه بالزيجه دي، انت كان الناس بتتهمك اتهام ان انت موجوده في الوسط، وده اكتر حاجه تقلم الموضوع. يعني مثلا ايه، ان انا ابقى شغال البتاع اللي هي بيقولوا عليها اعلامي ولا مذيع دي اللي ماسكين لي فيها، ويقولوا لا اصل هو مثلا يعني بلديات دكتور توفيق، وينسوا مثلا ان انا اشتغلت 7-8 سنين قبل ما اشتغل هنا، فيقول لك معناه مش بلديات وبس. لا حد بيقول كده. الاحساس ده ساعتها ان يقولوا ان اسماعيل كتكوت هو اللي فارض. بتشتغل فين قبل؟ انا 7 سنين في المحور. طب اوكي، طب ما كويس اهو. لا انا بتكلم عليكي، كنت انت شقيتي في انك تشقي طريقك في الوسط، فلما تلاقي حد في وقت من الاوقات نسي ده، ايا كان ايه الالام اللي انت عشتيها او ادوار صغيره او بتتسحبي، وقال لك في وقت من الاوقات لا دي مفروضه عشان دي مرات اسماعيل كتكوت. لا كتير، والحاجات دي ما بتضايقنيش خالص. كان بس بعد ما سبته انا عملت ايه؟ بس انا لا انكر عشان بس ما بقاش ست جحده ان هذا الرجل هو اللي رباني وابو ولادي، وهو فوق راسي وسيظل فوق راسي احتراما لاولادي. بس انا فنيا الحمد لله رب العالمين قدرت بعد الانفصال عملت ادم وكسر الدنيا، وخدت عليه احسن جائزه، يعني احسن جائزه في ذاك الوقت في دير جيست، احسن ممثله شابه في السنه دي. وعملت بطوله فيلم فبراير الاسود مع خالد صالح. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا عز وجل اراد ان، يعني انا ما ردتش على ولا كلام من اللي اتقال ده، يعني وبعدين الاقربون اولى بالمعروف اساسا طبعا. فاذا كان الراجل ده عمل لي حاجه في حياتي فانا بشكره عليها، واذا كانت الناس حملته اللي هو ما قالوش لا الناس مش هو قال. الناس اصلا بتعيش الحكايه
من الظاهر بتاعها وبتصدقها. يعني يشوفوا ده جنب ده يحكوا الحكايه على الاثنين بالظبط، دول. بالظبط. ايه رايك نشوف جزء برضو من اعمالك الجميله اللي انت بصمتي فيها بشغلك وبفنك بعيدا عن قرابه او غيره، وبرضو عشان برضو المود يفك. انا حسيت حاولي تفكي المود شويه قلبي دليلي. شوف جزء ونرجع مره ثانيه. صدقوا مش هقدر أوصل. كل حاجة وليها تمنها يا رأي. تقصدي ايه؟ ليفي قال لي ان انت نفسك يكون عندك شركة انتاج سينمائية بس معكيش فلوس. قصدك ايوه، انا مستعدة امولك وافتح لك شركة انتاج باسمك، وزي ليفي خالك ما قالك ساعتها مش هتستني حد يطلبك في افلامه، انت اللي هتطلبي النجوم يقفوا قصادك. بس انت فاجئتيني يا ساره. انا مش عايزاكي تردي عليا دلوقتي، فكري وخدي قرارك. شالوم. شالوم رينيه. شالوم سلفادور. ازيك يا رائد؟ ازيك رينيه؟ انا بخير. وحشتني. ايه الجمال ده؟ جهزتي يا حبيبتي؟ حبيبتي ما هو الكلام خدنا وانا نسيت اقول لك ان انا وسلفاتور خلاص هننخطب، ورايحين دلوقتي للحخام عشان سلفاتور هيقدم له طلب رسمي للجواز. بيان، مبروك. انا نفسي تبقوا معانا في الفاصل والبتاع ده شغال. في حاجات بنقولها غريبه من حق الناس. مش قوي، مش دايما. خلينا نكمل. انا كنت عايز اقول لك اعمالك بتثبتي في كل وقت انت بيوكل ليكي دور تركزي فيه كويس قوي. انت راجعه من تصوير النهارده لفيلم. الفيلم ده ناقص لك فيه مشهدين. المشهدين دول من بعد 2011. صح؟ حصل. يعني انتوا وقفتوا الكلام ده كله. وقفنا. حلو. يعني الفن سياسه والسياسه فن طبعا. داخلين في بعض يعني. طبعا. صح؟ طبعا. يعني انتوا كنتوا حاسين بايه لما احكي لك مثلا حاجه كانت سوفينار دي حكيتها لي. سوفينار دي الارمنيه دي انا كنت استضفتها مره، كانت حكيها لي من قبل كده. قالت لي ان الفنانين الايرانيين لما الثوره الاسلاميه حصلت كلهم مشوا من ايران، راحوا امريكا وراحوا ارمينيا، راحوا اماكن كده متفرقه. انت كفنانه بتحبي الفن، حسيتي ايه في السنه دي؟ ما فكرتيش تقيمي بره زي اللي سافروا وكده خالص. طب حسيتي ان الشغلانه هيحصل فيها ايه لو قعدوا؟ لا انا عشان ابقى يعني واقعيه بتكلم كلام، ما كنتش بفكر في ولا حاجه غير في الاحداث اللي بتحصل. يعني ما كنتش بفكر في الشغل خالص. ما كنتش بفكر في حاجه خالص. يعني فيلم اهو اتركن سنتين اهو بتحكي فيه. يتركن. انا لما كلموني قالوا لي احنا هنخلص، قلت لهم فيلم ايه؟ من انتم؟ يعني ما عشتي الحياه كمواطنه قلقانه على بلدها. الاحداث وريني الصور كده ومشاركاتها الجميله في التحرير والاتحاديه اللي كانت فيها، لان في فنانين بيخافوا يظهروا في حته من غير الفول ميك اب على فكره. ومش بس كده، وفي برضو اعلاميات بيخافوا ان حد يصورهم في حته من غير ما يبقوا حاطين الرموش. عارفين الرموش؟ اهي صورك اهي جميله. ارحل، بتحبي بلدك، نزلتي كمواطنه قبل ما نقول فنانه، حابه انك توصلي رساله مع اصدقائك وقرايبك. احكي لي على الايام دي، فكرت فيها ازاي؟ ما فكرتش. انا لقيتني نازله يعني ده يوم اللي هو لما سياده الفريق قال انزلوا يدوا تفويض عشان الارهاب يتصدى ده بعد 30. ده بعد 30. الاولانيه اللي هي ارحل دي كانت في 30 يونيو. دي كانت اليوم التفويض. فانا قعدت في البيت قلت هيبقى يوم صعب جدا، الدنيا هتتبهدل، فمش هينفع ننزل النهارده، بلاش وبتاع. فتحت التيفي لقيت الدنيا لا ما ينفع. لقيت نفسي قايمه نازله واخده المفتاح والعربيه جميل ونازله. بس لقيت بقى في ناس
ابتداء كده من عند جامعه الدول طالعين وكده، بس خدتهم على كبوت العربيه وطلعنا على التحرير. جميل. بس اسالك كملت سؤال، كده. لا ارجع لي تاني، انت رحت فين؟ رميت العربيه آه. على كوبري التحرير، ونزلت من على كوبري المشاة ودخلت التحرير، ولقيت ناس جدعان جدا وعملوا كوردون وعدونا غير من الناس كلها. الصوره يعني دي في التحرير بناتك دول؟ اه موضوع بقول لك ايه، آه. انا دمي تقيل ساعات ليه؟ بقول حاجه مكبرينك. طيب دول جمال قوي. لا وعرايس بقى ما وكده. هم ايه ما هم بينهم وبين واحده، كل واحده سنه. واحده 15 واحده 14 بس. هم 15 الامارات. و14. هم يبقى انت كده الأمارات. مخلفاهم وانت عندك 12 سنه. لا، هي دي ليه- الحسبه. ليه 12؟ خلينا نعمل كده. انا احسب انا دخلت، انا عملت العائله يا جماعه عشان الناس كلها ترتاح نفسيا. دخلت عملت العائله، يحسبوا من سنه العائله، وانا بقدم في ورشه المعهد. خدني عم اسماعيل عبد الحافظ. أيوه. كان معايا في الدفعه منى الله زكي يرحمه. وروجينا ومحمد عبد الحافظ والباقي انا اسفه لو مش فاكره، يعني اعتقد كانت رانيا فريد شوقي غالبا. صح، ورانيا. ما تحكي لي على الجميله روجينا دي في السكه كده، بس النماذج الحلوه انا بفتش عليها في الوسط ده، بتعب يا امل والله. النماذج المحترمه. بس انا الحقيقه كلهم كانوا محترمين. يعني انا اللي طلعت في وسطهم. وبعد فدخلت عملت العائله تشهد. العائله بقى لها ايه دلوقتي؟ بقى لها 13 سنه مثلا 14 سنه مثلا. حاجه كده يعني. مسافري بره وبتاع وكده؟ سافر. ده دي فين تركيا. ده؟ فين الحمام ده؟ دي تركيا. في ساحه اللي هي التقسيم. لا التقسيم. تقسيم. اللي كل شويه يطلعوا فيها يشتموا يعملوا لا اللي كل شويه يطلعوا فيها ويتضربوا. بيتضربوا. اللي كل شويه يطلعوا فيها وما يقدروش يخطوا الحبال. فبيعملوا مظاهرات محترمه. اتغيري انت، ارجع بالراحه بقى، ما تحكوا معايا بالراحه يا جماعه كده جوه. هات لي الريد كاربت اللي فاتت دي. فين؟ دي في مهرجان بتاعنا تقريبا، في مهرجان التلفزيون اخر واحد. انت بتغيري شكلي، هو شعرك انت بتقصي شعرك ليه؟ ما بيبقى طويل على انا حسب شايفه. انا داخله مسلسل المفروض شعري يبقى قصير، كان شعري طويل من شهر. والله استاذ حسين برضو قايم بالواجب ده، جايب تشكيله. دلعني ده جايب كل الحاجات. دي بمناسبه اليومين دول. كل سنه وانتم طيبين. طب قولي لهم بقى، كل الدنيا اللي شايفاكي اهو جايبه لكم شجره الكريسماس. شجره معاك. وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. يا رب تبقى سنه سعيده، يا رب يا رب تبقى سنه ان شاء الله. طب نرجع تاني للواقع، تبقى سعيده ازاي وكل يوم جمعه عندنا غلب؟ الغلب مالي العين والدمع على الخدين. نقوم الصبح. مش احنا بنقول اعظم ثوره ليه الثوره الفرنسيه؟ قعدت 15 سنه عما بقت فرنسا اللي احنا شايفينها. فاحنا دلوقتي في KG ثوره. احنا ليه قلقانين؟ احنا يعني احنا الحمد لله. انا توقعاتي ان احنا في احسن حال، ان الموضوع اهون بكتير مما كنا نستنى وقت طويل قوي وبعدين نعمل ده. يعني احنا ما خدناش وقت على فكره. يعني احنا ما خدناش وقت عما اكتشفنا ان في ناس مش صادقه للاسف، ان في ناس. انا مش من عادتي ولا من طبعي، عشان كده دايما انا جنب الحيط طول عمري. مش جنب الحيط، هو خوف، لان انا منصوريه جدعه قوي. وكل اصحابي بيقولوا لي امل جدعه قوي و100 راجل. انا ما بخافش من حد غير من ربنا عز وجل. بس انا ما بحبش اي حد يشتم حد او يقول على اي حد اي حاجه. طبعي اتربيت على كده. بس انا بكره الكذب جدا، لان انا اتربيت كده. الكذاب والمنافق في الدرج الاسفل من النار. اكيد. فانا بكره. بس هم كانوا بيتكلموا دايما، المشكله كانوا بيتكلموا بالدين وينطبق عليهم. يعني ما نتكلم مثلا على كذاب ومنافق، ما هو ده الاثنين. اياته فانا دول بيجننوني. وعد اخلف تومن خان وحدث كذب. بس فبراير الاسود ده ايه حكايته؟ ده فيلم كوميديا سودا للمخرج الجميل العظيم وسيناريست محمد امين. والنجم اللي انا بعشقه طبعا خالد زكي. وطبعا معانا بقى زاهر حبيبي وادوار وكلهم حبايبي، وطارق عبد العزيز وميار الغيطي. جميل قوي التشكيل ده. كان كاست حلو قوي. وفيلم هسألك بيحكي عن ايه، لكن بس خلينا نروح نشوف برومو ليه، نعيش الناس الاجواء. طبعا. فبراير الاسود نشوف جزء منه ونرجع مره ثانيه. لا قيمة لنا في هذا الوطن اللي أصبح وطنهم هم، وإحنا بقينا لاجئين عندهم. مصر داخلة على كارثة تاريخية. زي ما الوطن طردنا من جواه، لازم إحنا كمان نطرده من جوانا. الحل الأول هو إننا نطفش من البلد دي بأقصى سرعة. أنا جات لي فكرة. إحنا إيه؟ منحرفين. إحنا إيه؟ مش طبيعيين. حضرتك ناشط سياسي. وأنت عايزنا نعمل إيه؟ نشيل البيبي؟ وصلت لمرحله البيبي دي، اخر حاجه سمعتها دلوقتي. ايه فبراير الاسود؟
بيحكي عن ايه؟ هو كوميدي سياسه، اللي هي السياسه السوداء طبعا، اللي هي المطعمه بالبسمه، اللي هو انت يعني ما بقاش في حد بيحترم حد، وما بقاش في حد فاهم حاجه، وما بقاش حد عارف ياخد حقه ولا عارف حقه مع مين طب بقول لك ايه، هو ليه اول 3-4 ايام في ايام يناير الناس قعدت تنظف وتعمل وكده، وبعديها طلعوا اوسخ حاجه في الشعب المصري من سلوكيات؟ ايه اللي حصل؟ مش عارفه هو ليه طاح كده الشعب ده؟ ما اعرفش يعني. انا بجد مش مصدقاه، يعني انا مش مصدقاه يعني. انا كنت بعتقد ان، او احنا زي ما اتربينا يعني، تلاقي البيوت مفتوحه عندنا كده في البلد بجد يعني. تلاقي الناس في وقت الشده واقفين مع بعض. كميه الشتايم والالفاظ اللي انا بسمعها وعدم الاحترام في الشارع انا ما بقتش مصدقاها. ما بقتش عارفه الناس كان عندها كبت، الناس مخنوقه، الناس يعني الناس مش متربيه، ما اعرفش يعني بصراحه، انا ما اعرفش. بس احنا شعب طيب قوي وشعب محترم قوي يعني. انا سافرت كل الدنيا والله العظيم، ما بروحش في حته الا ما اقول يعني يا جمال ترابك يا مصر. طيب هاخد حاجه صغيره كده برضو. العداله وجوه كثيره، ليها افيه على فكره البتاعه دي. الفنان عمرو دياب كان في حفله، فاللي مغني التتر ده عاصم، وعاصم ده من اهم عناصر فرقته اللي بيكرال اللي ورا عمرو دياب يعني، وحبيبه قوي يعني. فمره في حفله كده راح قايل له يا عاصم تعالى غني الاغنيه بتاعت للعدالة وجوه كثيره، حتى اسمها تقيل شويه. طب جاهز جزء منها يا استاذ حسين؟ يلا بينا نشوف جزء منها ونرجع بسرعه. نورت البيت يا زوبه. زوبه بقالها كام يوم بتطلع لك تخبط عليك مش بتلاقيك. معلش انا كنت مشغول شويه اليومين اللي فاتوا. نورت البيت يا زوبه. النهارده هي الحقيقه ما شفتكش وانت طالع، انما حست بيك وانت بتقفل الشيش. قالت لي نطلعوا بقى نطمنوا عليه ونسألوا عليه. الله يسلمك ويسلمها عم عبده. أصيلة يا زوبة. انت معاك حد يا محروس؟ أني لوحدي طبعا. لازم تشربوا حاجة سخن بقى ولا ساقع؟ محروس ما تكدبش عليا، انت معاك حد؟ والله العظيم ما معايا حد. طب اوعى من وشي. جابر بيه، انت هربت من السجن يا محروس؟ جابر، انت اكيد اتجننت ومخك جرى له حاجه. جميل ان الواحد يبقى عنده خطوات، بس انت من يوم ما طلعتي وانت بتلبسي الجاكيت حتى اما جيتي لي هنا باخد بالي من حاجات غريبه كده شويه. مع ان ممكن لو الجاكيت قصير ناس تانية بتستغل المشاهد ويقولوا للمخرج صورني بشكل ما، واللعب على الغرائز. ما خدتيش الاتجاه ده خالص من يومك عشان تقعدي محترمه وبناتك يشوفوكي محترمه. الحمد لله. هو ده كان غرضك في الحكايه. هو ده كان هدفي. لكن كل الهبل اللي احنا عايشين فيه ده زايل من وجهه نظرك. طبعا جميل. هرجع وفنش بعد اذنك ببلدنا، وقولي لي احساسك بالامان والدفء او حمايه بلدنا مصر، وانك نزلتي في تفويض اللي طلبه الفريق اول عبد الفتاح السيسي. بيقولوا دايما ان ربنا حامي بلدنا. اكيد. شايفه سبب من الاسباب ان حاجه غير معتاده تحصل وقرار يطلع، ووجود هذا الشخص فريق اول عبد الفتاح السيسي اللي اول واحد هو مسك كفنه قدام العالم كله؟ يعني هو معرض للمخاطر لكنه اتخذ قرار. اكيد طبعا. فده من اسباب حمايه بلدنا. شايفاه سبب؟ انا اعتقد، وفي اعتقادي ان القوات المسلحه او الجيش بشكل عام بيتربي على كده، بيتربي على حب الوطن. يعني تربيتهم بتبقى كده، ان انا بحب تراب البلد دي وبعمل عشانها اي حاجه. ده الهدف الاساسي اللي هو عشان كده بيبقوا في الحرب ومش عارف. احنا اول ما نشوف القوات المسلحه على الارض المصريه احنا بنشوفهم دايما بيحمونا في الجبهات، في الجبهات، في سينا، وده المفروض يبقى مكانهم في اكتوبر، في كده. فدول تاسيسهم بيبقى حب البلد دي بجد. فما حد بيقف فيهم بيقف وقفه راجل زي ما انت شفت. يعني لما بيبقى بيقف من قلبه وما يهموش بقى اللي يقول عليه انقلاب. لا، ده حد مش واعي.
يعني حد مغيب، يعني حد مش طبيعي. انقلاب بعد كل الناس دي اللي نزلت والصوره اللي اتصورت بالشكل ده، يعني انقلاب على مين؟ يعني مين بينقلب على مين؟ لانهم مغيبين ما بيفكروش، فبيحبوا يسوقوا الحاجه مش حاصله. طب ما احنا ما هم يعني انا بس عايزه اقول حاجه مهمه جدا. انا ما بسافر كل الناس بره، ما اعرفش بقى دي نتصرف فيها ازاي، بس ده اللي انا عايزه اقوله، ما بيتفرجوش غير على الجزيره. يعني كل البلاد بره بتفتح الجزيره بس. ليه الجزيره قناه ما اعرفش البث بتاعها قوي ايه طبعا؟ إيه لا، ما هي ماديات طبعا، ما اعرفش ايه. ما هي قناه طلع لها دوله. طب اوكي، قناه طلع لها دوله، احنا برضو مش قليلين. ليه الناس تبقى فاهمه عننا كده؟ انا بتضايق ليه كل ما اقابل حد يقول لي شفتي دخلوا عملوا فيهم ايه ويا حرام، فتبتدي انت تبرر. ليه الواحد يقول اقول لك بمنتهى الامانه، لان احنا الاعلام بتاعنا وبالاخص الاعلام الخاص في معظمه، مش هدي عاميه، استخدموا الموضوع اعلاني بحت مش اعلامي. بقت القصه انا ممكن اطلع انا اسف يعني رقاصه مش مذيعه بس بيجي عليها سبونسر ورعاه، مش مهم ايه الرساله بتأديها. هم هناك ماشيين بمنهج، عارفين عايزين يعملوا ايه، حتى لو ده غلط بس كفايه ان هم عارفين عايزين يعملوا ايه. بس احنا كمان عندنا قنوات محترمه جدا. انا بسأل ليه لم تبث خارج مصر؟ ليه بس ما بشوفش غير الجزيره؟ ليه بس العالم الخارجي ما بيشوفش غير الجزيره؟ عشان هم واخدين على كل الاقمار يا عم، لو عارفين يدفعوا فلوس لكل الاقمار بكل اتجاهاتها في كل بلد. لكن احنا النايل سات حتى بيغطي منطقه معينه. لو قدامك دلوقتي حالا الفريق اول عبد الفتاح السيسي، عايزه تقولي له ايه؟ عايزه اقول له ان وانا جايه بقول له الاول يعني بناء عن مصر كلها كمواطنه مصريه، بشكرك على ان انت انقذتنا وشلتنا من الاحتلال اللي كنا محتلينه على ملء ومسمع العالم كله. وبقول لك حاجه، انا ما اعرفش يعني اكيد كلنا يعني تحت مسؤوليتك وتحت طبعا سياده الرئيس المؤقت. وانا جايه من التصوير من بيتنا للاستوديو مصر، ومن استوديو مصر لغايه هنا انا كنت حزينه. يعني يوم ما نزلت الشارع عشان اعمل تفويض لسياده الفريق كنت في منتهى الحياه وبسقف في العربيه. سبب حزني؟ سبب حزني ان انا لقيت عربيات اللي هي الصغيره اللي يعني كده غرقانه في الميه ومش عارفين يفتحوا البيبان ويطلعوا من الشتاء. انا ما اعتقدش ان دي كتير يعني. انا ما اعتقدش ان دي ان الميه ما فيش صرف ليها، ان الناس بتاعتنا مش نازله. ما هو ده ما يصحش. ان شاء الله هو ده اللي انا بدات ان احنا نمشي ونقعد نقول طالما بنتكلم بالحقيقه وبالامانه وبتاع ان انا امشي والناس تمشي في الميه بالطين تغرق في الشارع. مش معقول ان ربنا كرم وبيقولوا ان الشتاء ده خير ورزق يبقى كرمنا بشويه مطر. على فكره بدات بس انت ما لحقتيش باول حلقتي، جبت واحد غلبان قاعد كده انا والله ما في صوره انت كنت لسه ما وصلتيش. بنتمنى كل الحاجات دي ربنا يعافينا منها وامن وبلدنا يرجع مره ثانيه بشكل كامل، لان ده هيبقى دخل ورزق يخش لنا ان شاء الله. انت نورتي الدنيا على فكره، نورتي 6 اكتوبر مع ان الدنيا مطر بس نورتي كل الحتت اللي مظلمه في السكه. ده نورك. وسعيد بيكي جدا واتمنى نجاحات. طالعه بيروت امتى؟ بعد بكره ان شاء الله. عندك ايه هناك؟ عندي مسلسل جريمه قتل. جريمه قتل. ربنا يكرمك في كل اللي بتعمليه. تحياتي لاسرتك الصغيره والبناتك الجمال اللي اكيد بيتفرجوا علينا دلوقتي، وكل نجاحات ليكي تكوني موجوده معانا ان شاء الله. يا رب. انفع ابقى اعلامي جدا، انفع ابقى مذيع، والسنه الجايه تبقى اهم مذيع في الوطن العربي. وارجوك لما تبقى مذيع مهم جدا لازم تقول الحقيقه المصريه بره مصر وجوه مصر. ان شاء الله. نورتيني. ميرسي. كانت معايا النجمه الجميله المحترمه زي ما قدمتها قبل ما هي تيجي في السكه، مش لاقي حاجه، رخمت سنه ان في وقت من الاوقات كانت مرتبطه ومتجوزه، استحملتني وشها قلب شويه بس فكت تاني. كلمنا بمنتهى الصراحه وعلى حبها للبلد، عن اعمالها الفنيه، خطواتها اللي بتمشيها سنه سنه ولكن مدروسه زي ما احنا عارفين. يقول لك ستيب باي ستيب باتشور. كل حاجه طبعا باراده ربنا.